السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم قناه مطبخ ياسمين اشرف. اليوم جبت لكم واحد البريو الصراحه كيجي زوين بمقادير بساط. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس ديال الماء دافي، ربع كاس ديال الزيت العاديه، نص كاس ولا ربع كاس ديال السنيده على حسب الحلاوه، ساشي ديال الفاني، جوج معالق ديال ياغورت طبيعي ولا مسوس ولا بالفاني، معلقه كبيره ديال خميره الخبز وشويه الملحه. ندوزو الطريقه. بالنسبه للطريقه نبداو على بركه الله. واحد البول غادي ندير فيه واحد الكاس ديال الماء دافي، قياس ديال كاس ديال الحلبه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، نص كاس ديال السنيده على حسب الحلاوه كل واحد. وغنضرب هادشي مزيان ونخلي الخميره تتفاعل واحد شويه. من بعد عاد نزيد المكونات. كما كتشوفوا معايا ملي خليت الخميره تفاعلت، دابا غادي نزيد الفاني، شويه ديال الملحه، جوج معالق ديال ياغورت بنكهه الفاني ولا طبيعي. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت العاديه. صافي غادي نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف الطحين، غنضيف الطحين تقريبا كاس ديال العنبه، نغربلوه. غادي نحركو مزيان. من بعد غادي نضيفو الكاس الثاني، غادي نحيدو الطراب اليدوي، غادي نستعملو غير غنخدمو غير بيدي. نضيف الكاس الثاني، غادي نغربلو حتى هو، وغادي نجمعو بيديا. غادي نضيف الطحين كما كتشوفوا، ضفت نص كاس. مازال غادي نزيد نضيف الطحين حتى تجمع ليا العجينه، وما تكونش عاوتاني العجينه جاريه بزاف ولا قاصحه، تكون بين وبين باش كيجينا البريوش خفيف.
من بعد غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال الزبده، غادي ندخلها مزيان في هذه العجينه. هاد العجينه ما كتحتاج تلك ما والو، غادي ندخلو فيها داك الطحين، ندخلو فيه ديك الزبده، ومن بعد غادي نزيدو شويه ديال الطحين. الا بانت لكم باقا كتلصق زيدوا شويه ديال الطحين صافي، دهنوها بشويه ديال الزيت وخليوها تخمر. غادي نديوها ونجيبها شويه باش تدخل ديك الزبده. كما لاحظتوا معايا راني زدت ليها شويه ديال الطحين. صافي غادي نجمعها دابا نفس البول، نديرو شويه ديال الزيت، غادي نديروها هنايا نخليوها تخمر مزيان، وعاد غادي نشكلوها ان شاء الله. غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر ونعاودو نتلاقاو. كما لاحظتوا معايا ملي خليتها تخمرات كتشوفوا نديرو لها السلوفان، غادي نرشو شويه يدينا بالزيت وغادي نخرجوا الهواء. كما لاحظتوا معايا غادي نخرج منه الهواء وغادي نقسمهم على جوج. احسن نعبرهم باش يجيونا قد غادي نشوف مزيان. كل وحده غادي نشوف القياس شحال فيها. هادي عطاتني 375، هادي عطاتني 353. مع العجينه طريه ضروري ندير شويه ديال الزيت، تقريبا 375 376 بحال هكاك. تشوفوا معايا هذا هو الميزان. العبار ديالو من الطرف هذا هنا صافي. غادي نحاول نلون بهذه حتى هي، نديرو شويه ديال الزيت
صافي غادي نخليهم يرتاحوا شويه ونعاودو نتلاقاو. ملي ارتاحت لينا العجينه، المهم خديت هاد المول ولا طاوه ولا اي حاجه عندكم، طاوه ديال الفران، فرشت ليها بورق سلفوريزي ودرت ليها شويه ديال الزبده. صافي غادي ناخذ الكرصه الاولى وغادي نكرسها مزيان على شكل دائري. تبسطوها مزيان، نديرو شويه ديال الزيت باش يكون ساهله. نجربوه راه كيجي زوين. الا ما عندكمش ورق سلفوريزي ديروا غير دهنوا غير بالزبده مزيان. ولا بالزيت. تاخدو في الوسط باش ما تجيش غليظه. تجي مقاده، ماشي جهه غليظ وجهه رقيق، لا تكون مقاده. صافي هذه حتى هي غادي نسرحها فوق البوطاجي بسطح العمل. نبسطها حتى هي مزيان بالقياس ديال هذا. عندي الحشوه الشوكولاط الدهن اي نوع عندكم، غديروا في هذا، ديروا فوش هادوي كما درت لي انايا. غادي تشوفوا صافي غادي نديرو في الوسط. بسم الله. كما شفتوا معايا صافي غادي ندهنها من الوسط، من الوسط، ما غاديش ندير الجوانب. بغيتو ديروا كوفيتير، بغيتو ديروا كريم باتيسير، بغيتو تخليوها غير هكا بوحدها، غير هكا ما ديروا لا ما دهنوا بها حتى حاجه، حتى هي راه كتجي زوينه. بغيتو ديروا جنجلان نافع حتى هي راه كتجي زوينه. صافي غادي نكمل الدهن بحال هكا، نبسطهم وغادي نسرح هاد العجينه اللي تبقات ليا هنايا. غنضيفها على هاد العجينه اللي درت على هاد المول ونعاودو نتلاقاو. كما شفتوا معايا انا قلبتها في هاد الصينيه. هذاك المول ما جانيش غيجيني عاوتاني هي تجي غليظه بزاف من الداخل. قلت غادي نعملها غير في هاد الصينيه ديال الفرن. صافي غادي نخليها تخمر، من بعد غادي نرجع معكم باش نكملوا الشكل ديالها. انا خليت واحد 5 دقائق حتى ارتاحت، من بعد غادي نشكلوها اختياري. بغيتو غتخليوها غير سامبل خليوها بحال كما قلت لكم. بغيتو تخليوها بحال هكا خليوها عاديه. انا غادي نزينها بحال هكا. خديت هنا صفار بيضه مع شويه ديال الحليب نمزجهم مزيان وغادي ندهنها. بسم الله. الوجه ديالو بغيتو ديروا غير الحليب بوحدو، بغيتو
ديروا بيضه كامله. وغادي نخليوها تخمر عاوتاني. من بعد غنخليوها تخمر ضروري باش يلا تنتفخ لينا. بالنسبه لهادو باش ما يتحكوش لينا البيض، ها هو نزولوهم صافي كما كتشوفوا معايا. عندي هنا اللوز كيفيه كل بارتيه غادي نرش عليها اختيار اي واحد اللي بغى شي حاجه. وبيضات الشوكولاط الدراري راه مزيان لهم الشوكولاط. انا كنعطيكم غير بعض الافكار ونتوما طبقوا داكشي اللي بغيتو. عندي هنا الكوك ديال الكوكاغليط، ماشي داك الرقيق. عندي هنا جنجلان بيض، صافي غادي نكمل هادو اللي باقيين ليا وغادي نخليهم ضعف الحجم ديالها تخمر. وغادي نسخن الفران غير من التحت تقريبا 180 درجه، نخليها طيب على خاطرها. من بعد غادي نشعلو لها الفوق باش تحمر. صافي نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. المهم كما كتشوفوا معايا ها هي عندي واجده. صافي غادي نخليها تخمر ونعاودو نتلاقاو في الشكل النهائي ديالها. كما شفتوا معايا هو البريوش ملي يخمر. انا غادي ندخلو الفران. انا سخنت الفران من قبل درجه الحراره 180 غير تحت. صافي انا غادي نخليها حتى تحمر من الفوق ومن التحت ونعاودو نتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش اللي قدمت لكم اليوم. صراحه كيجي زوين، كنتمنى يعجبكم. كيجي خفيف وكيجي محمر كما كتشوفوا معايا. كنتمنى يعجبكم. نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. صراحه كيجي زوين. كيجي خفيف كما لاحظتوا معايا كيفاش كيجي من الداخل. كيجي خفيف والحشوه ديال الشوكولاط اللي درنا في الوسط كيجيش معجن كما كتشوفوا معايا. الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. ما تنسونيش بلي لايك
نتلاقاو في فيديو جديد. صحة والراحة.